6 تسديدات كلها خارج التارجت. دي معناها ان المنتخب المغرب كان منظم جدا دفاعيا. بكل تاكيد في بعض الاحيان انت محتاج لاعب زي العناوي في وسط الملعب. اتكلم على مباراه البرازيل والسهوله في السيطره على وسط الميدان والسهوله على الكوره، ولكن اليوم انت بتقابل منتخب شرس، منتخب اجريسيف، منتخب عنده قوه بدنيه كبيره جدا، ولكن العناوي اليوم في كل الكرات كان حاضر سواء كان دفاعيا او هجوميا. فانا اشوف ان بالنسبه لي مان اوف ذا ماتش في مباراه اليوم. انا اتفق مع كابتن يوسف في بعض الاحيان لما بيجي لك فرص لازم تستغلها بشكل كويس. لما يجي لك فرص لازم تنهي المباراه، لان في المباريات القادمه امام منتخبات كبيره هتكون في لعيبه تريد انصاف الفرص التسجيل بالضبط. فانا اشوف اليوم في بعض الاحيان ابراهيم دياز تماما اتفق مع كابتن يوسف في كوره سهل جدا، باص واحد كان ممكن سيباري انفراد على المرمى وخلاص تنهي المباراه. هناك نوع من الانانيه في عمليه التمرير. هو طبعا المهاجمين ومعانا واحد من افضل المهاجمين في العالم في وقته بيعرف ان في بعض الاحيان المهاجمين بيبقوا انانيين، ولكن في بعض الاحيان لازم زميلك في موقف افضل منك فلازم تمرر له. سيباري كان في مكان ممتاز، كان ممكن دياز بباص واحد كان ممكن ينهي المباراه. ولكن اجمالا بالنسبه لمنتخب المغرب انا اشوف ان هي مباراه جيده جدا، ايجابيه في كل شيء ما عدا فقط استغلال الفرص. فانا اشوف بعد المباراه بتكلم على المدرب محمد وهبي، انا اشوف ان هو كان بيتكلم مع اللعيبه في حته من الناحيه الدفاعيه كانوا كويسين جدا. في حاله ان منتخب اسكتلندا كان بيهاجم دفعوا بشكل ممتاز وقدروا ان هم يحافظوا على شباكهم نظيفه. عبد العزيز في البطولات الكبيره مهم جدا انك تحافظ على شباكك نظيفه، وانا اشوف اليوم منتخب المغرب كان جيد جدا دفاعيا وقدر يستغل العناصر اللي تقدر تخلص المباراه زي سيباري في بدايه المباراه. واشوف ان المباراه تعطيه ثقه اكيد المباراه القادمه امام هايتي هتبقى اسهل مباراه في اسهل مباراه البرازيل واسهل مباراه اسكتلندا، فقادرين على تخطي هايتي في المباراه القادمه. دعونا نستمع لإسماعيل صيبري بعد هذا اللقاء. لا أدري، أتمنى ذلك. سننتظر ما نتيجة مباراة البرازيل، ولكن نحن سعداء بالفوز والطريقة التي لعبنا بها وكافحنا، وفي الأخير كان يمكننا أن نسجل أكثر. سجلت هدفا ضد البرازيل وهدفنا الآن أنت ناري في هذه. نعم إنه شيء إيجابي ولكنه عمل جماعي قبل كل شيء. البناء الهجمات كان جيد جدا والتمريرتين الحاسمتين من ابراهيم جيده جدا. البناء كان جيد، المباراه جيده، سيطرتم، كل شيء كان لكم، ولكن ربما كنتم تحتاجون لذلك الهدف الثاني لاعطاء الراحه والاريحيه للفريق ككل. صحيح، لو اننا سجلنا الهدف الثاني فذلك سيجعلنا نلعب باريحيه اكثر، لكن الان نعرف ان الدقائق العشر الاخيره كنا 1-0، فكنا نعرف انهم سيلعبون كرات طويلة إلى منطقة الجزاء وكافحنا بقوة ومبدئيا فوزنا. سؤال أخير، المباراة القادمة ضد هايتي وفوز يعني ربما صدارة المجموعة، أعتقد أن هذا هدفكم. نعم نريد أن نفوز بكل مباراة في كأس العالم، لا يعنينا ولا يهمنا من هو، هل نحن متأهلون أم لا، نريد فقط أن نفوز ونظهر جودتنا، وهي مباراة أخرى في كأس العالم. شكرا. استمعنا لأفضل لاعب في هذا اللقاء إسماعيل صيبري الذي كان حاضر بأهدافه أو هدفين في مرمى البرازيل، هدف، وفي مرمى اسكتلندا في الجولة الثانية هدف آخر. هذا اللاعب وأنت مهاجم لعبت في مستويات عالية جدا، الآن يأتي عرض مميز لإسماعيل صيبري من بايرن ميونخ، ودليل على ذلك تألق أيضا إسماعيل لأنه فعلا يستحق اللعب مع نادي كبير. سجل هدفين في مرمى البرازيل والآن أمام اسكتلندا. من دون شك، ودخل في هذين المباراتين في كأس العالم بطريقة وأظهر أنه يستحق اللعب في نادي مثل بايرن ميونخ. لديه جودة، لديه مهارات، وبدنيا جيد وتسديدات قوية، ويطلب الكرة بشكل جيد في المساحات. والهدف الذي سجله اليوم فهو على حدود التسلل، وبعد ذلك روض الكرة بشكل رائع، وضع الكرة مروضة أمامه، والطريقة نظر هل هناك
زميل له في المنطقة أم لا، فسدد وبقوة هدفا رائع جدا. صراحة هذا اللاعب أراه سينضج وسيتطور أكثر، واللاعب في البايرن هذا يعني لما تريدك البايرن فهذا يعني أنك في المستوى ولا يخطئون أبدا، وأتمنى له أن يستمر هكذا في هذه البطولة. فالمغرب قدم مباراة جيدة قوية خصوصا على مستوى الدفاع، ولكن أيضا على مستوى الهجوم علينا أن نقول أن المغرب كان عليه ويجب عليه في هذه المراحل عليه أن يسجل أهدافا أكثر، وعليه أن يكون قاتلا في إنهاء الهجمات، لأن الحقيقة أن المغرب يخلق الكثير من الفرص للتسجيل ضد البرازيل واليوم أيضا ضد اسكتلندا، وأتمنى أن ينجح في تحسين إنهاء الهجمات في المباريات القادمة، لكنهم فريق قوي جدا. اللعب ضد المغرب اليوم صعب جدا، كل اللاعبين لما يخسرون الكرة يركضون بسرعة لاستعادتها، لاعبون شباب بجودة عالية جدا، ترى الرغبة والأجواء داخل هذه المجموعة من اللاعبين والأجواء إيجابية، المجموعة متلاحمة يعيشون معا، وهذا شيء جيد جدا بالنسبة لمسابقة ككأس العالم. ماجين، أنت قريب من ماجين كابتن أحمد، كيف تشاهد هذه اللقطة؟ لا هي ما فيهاش اي شيء. جون يعني هو ممتاز في الحاجات اللي زي دي، بيستخدم جسمه بشكل بعيدا عن العاطفة. لا بعيد عن العاطفة، ما فيهاش اي حاجة يعني، ما فيهاش ضربة جزاء يعني. لا بس بالله هو ممتاز في الامور ديت يعني، هو بيستخدم جسمه بشكل ممتاز، ولكن في الكورة ديت ما فيهاش اي شيء يعني، طبيعية يعني، فكان قرار صحيح من حكم المباراة. طبعا نذكر بأن دفاع المغرب كان حاضر، مع العلم بأن كابتن يوسف شيبو كان متوتر ليس قليلا بل كثيرا، ودليل على ذلك بأنه أشار في أكثر من مناسبة بأن الدفاع يحتاج أيضا لأن يتطور على مستوى اللقاءات القادمة، يكون محكم بشكل أكبر، وأيضا عملية إنهاء الهجمات تكون حاضرة بشكل أكبر، لأن المباريات القادمة ستكون حساسة، وربما قد يكون هناك منتخب قوي في مواجهة منتخبي المغرب. هنا كرة أخرى، العيناوي يطلب ركلة جزاء. كابتن يوسف، كيف تشاهد هذه الحالة؟ كان هناك شد بين اللاعبين. لا مش ضربة جزاء، لأن شوف قبل ما تضرب الكرة كان هناك شد بين اللاعبين وكان تمزيق القميص، لكن لا اعتقد كان ضربه جزاء، لان كانت الكره ما كانش يركض اتجاه الكره، لو كان يركض اتجاه الكره وكان مسك كان ممكن ضربه الجزاء، لكن كانوا هما اللاعبين مع بعض. تقصد هناك احتكاك قبل هذه اللقطه؟ كان واحد مشدين، واحد حتى عينوي كان ماسك ماكتومينا اعتقد من قميصه، لكن يمكن عمليه الجر كانت اقوى وتم قطع القميص، لكن لا اعتقد انها كان ضرب جزاء. لكن بغيت نشوف اكثر المحاولات خصوصا محاولة دياز، يعني صراحة أنا كنت شوية على أعصابي صراحة، لأن هذيك المحاولة المفروض تكون إيجابي وتكون جماعي. أحيانا كرة القدم يا عبد العزيز سهلة جدا، هنا قلنا أنه يمسك الكرة كثير، هو لاعب مهم ولاعب أعطى كرة ممتازة، لا أحد يشكك في مدى احترافية. شوف طلب الكرة ممتاز، طلب الكرة ممتاز، والتمريرة في المساحة كانت ممتازة. شوف صيباري لمسة واحدة فقط، صيباري خليه يسجل خلاص، وترتاح ونرتاح، حتى أننا نرتاح. الهدف الثاني يريحك، ممكن كانت والله بيني وبينك الجميع يرتاح بصراحة، حتى أحمد المحمدي يرتاح. طبعا لا، هذه الأشياء المفروض ما تتكررش. هو يعني لمس الكرة الفيرست تاتش، المفروض الفيرست تاتش يعملها على طول على طول، لكن لو ما فيش مساحة للباص بشكل مباشر، لو ما فيش مساحة للباس ممكن تعذره ان هو ياخد يرقى. ولكن شوف هنا عبد العزيز سهلة، هو تحرك ممتاز، اتكلمنا عليه خلف المساحات، هني من مدافع بطيء جدا بيستغل سرعته. شوف الفيرست تاتش بتاع دياز هنا، كان لازم الفيرست تاتش واحده على طول. طبعا لو ما فيش مجال للباص ممكن تعذره ان هو ممكن يراوغ، ولكن هو شوف هو اليوم كثر من المراوغات. الأصعب وهو أن لا يعطي الكرة لا يمرر الكرة لصديقه وأن يصنع هدفا آخر. ربما لم يره، لا أدري صراحة، ولكنه قام بطلب الكرة بشكل جيد جدا، والأسهل هو أن يمرر لزميله وهو أمامه هدف في هذه المباراة. تذكر عبد العزيز الطوبيلي لما كان مع الإنتر
كانت نفس اللقطه في لاعب ما عطاش كره، عرفش سوى له، راح ضربه. انا لا اصفعه، ولكن قبل ان ينتقد الكره فانا ضد. انا في منطقه الجزاء كنت اصرخ حتى يعطيني الكره، حتى ولو انني لم يراني وسأعرف انني هناك. فالمهاجم يجب عليه ان يطالب ويسمع صديقه انه متواجد هناك، لكن جوده دياز تفرض عليه انه كان ليرى زميله ويمرر له الكره، والامر سهل جدا لتسجيل الهدف الثاني ينهي المباراه والجميع ان شاء الله انه هذه الاشياء هذه يتعلموا منها، لو هناك اشياء ايجابيه كثيره كانت في المباراه صحيح، لكن مثل هذه الاشياء لكن انت ترغب بان تشاهد المنتخب المغربي لديه نجاعه اكثر في عمليه تسجيل الاهداف، لانه لديه كل الامكانيات عبد العزيز في عمليه تسجيل اهداف اخرى تكون او جماعيه. اكثر. شوف، تكون جماعيه، تكون اداء جماعي، يعني عندك صاحبك عنده فرصه وافضل منك اعطيه يسجل، لان منتخب اخر اقوى وافضل وتجيك له الفرصه وتضيعها طبعا يعاقبك. نعم، حسن حظنا احنا دفاعيا يمكننا ممتازين. الخنوس كذلك قدم مباراه كبيره اليوم، سيبار يوم الكره تطارد بالقائم، يعني مباراه على المستوى الهجومي مباراه ممتازه. شيء جيد ان احنا نصل ونخلق فرص، هذا مهم جدا وهذا شيء ايجابي جدا. لكن عمليه تسجيل نعم هذه تبقى دائما مع الوقت، مع مر الوقت، وبعض الاحيان نتخلوا على الانانيه، تكون هناك واحد جماعيه، يعني كيف انا سجلت كيف انت اي لاعب يسجل، بس المهم انك تخدم مصلحه الفريق. لكن ان شاء الله هذه الاشياء ما نشاهدهاش في مباريات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن يوسف، الا تشعر بان تاخر الوقت كثيرا مع ابراهيم دياز؟ تغييرات ليس فقط تغييرات، التغييرات صحيح تاخر شوي، محمد وهبي تاخر كثيرا، لكن اقصد بان ابراهيم دياز تاخر الوقت في عمليه ان ينضج اكثر مع لاعبين المنتخب المغربي في عمليه التمرير، اللعب بالتعاون اكثر، الصناعه هي تلعب دور كبير ايضا، لانه صانع الالعاب هو صانع الهدفين حتى الان المنتخب طبعا المغربي. لا هو شوف، اللاعب عنده امكانيات كبيره صحيح، انه صانع لا حد يختلف على موهبه ابراهيم دياز، موهبه كبيره، لكن الموهبه لازم ان تستغل كذلك، تطور، تحتوى من قبل المدرب، تحتوى المدرب وتستغل من اجل المجموعه. هذا المهم جدا. كرة القدم كرة جماعية، أنا لو عندي إمكانيات وما سخرهاش للفريق والزملاء لماذا لا؟ هناك إمكانيات، لكن الوقت تسديد، وقت مراوغة تراوغ، ووقت أنك تمرر وتعطي صديقك فرصة أنه يسجل وينهي المباراة يكون أفضل. هذه الأشياء تأتي أعتقد مع كما قلت مع المدرب، أكيد ستكون عنده ملاحظات على المباراة إن شاء الله تتحسن حتى نشاهد التطور من مستوى اخر في المباراه المقبله ان شاء الله. دعونا نسمع لياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب بعد هذا اللقاء. شكرا. فكماش المباراه ما كانتش سهله، الخصم يعني كان في المستوى، كنظن احترمنا كثير اليوم كيفاش رجع للوراء وخلانا يعني نهاجموا في الملعب ديالو. كنظن يعني ما تسرعناش، درنا مقابله في مستوى كبير وكنبغي نهني الدراري صراحه. يعني الخصم دافع كما ذكرت، رغم انه استقبل هدف بشكل مبكر، ظل مصر على هذا التكتيك وقاوم حتى اللحظات الاخيره، عله يخرج بهدف وكان خطير في اللحظات الاخيره. كنظن يعني في المباراه الوقت اللي كان كيحاول يضغط علينا الامام، فكنا كنستافدوا من المساحات اللي في وراء الدفاع ديالهم وخلقنا فرص، وكنظن فلذلك ما يعني حاولوش باش يضغطوا علينا كثير، وحتى الدقائق الاخيره يعني 10 دقائق الاخيره ضغطوا علينا كثار ولعبوا في تيرانا، ولكن اللاعبين يعني كانوا في مستوى كبير، كنا دفاعيا في احدى المرمى ديالنا في مستوى كبير. سجلتم هدف ولكن كان يجب ان تسجلوا هدف اخر، يبدو ان هناك مشكله في تسجيل اهداف مع هذا الفريق، ام ان يجب استغلال الفرص بشكل افضل؟ وكما كتعرف مباريات في كاس العالم ما سهلاش، وكنظن حنا واحد الفريق اللي غادي يبدا يتطور مباراه بعد مباراه. نحاولوا غير يعني نحافظوا على اللاعبين ديالنا اللياقه البدنيه ديالهم، ما يكونوش اصابات ان شاء الله، باش نزيدوا نطوروا وكما قلتي باش لا دفاعيا لا هجوميا، وباش يعني نواجهوا المباريات اللي جايه في مستوى كبير اكثر من اللي واجهناها. اخر سؤال، مباراه هايتي في حال الفوز كذلك بامكانكم ان تنافسوا بقوه على صداره المجموعه، وما هذا امر مهم بالنسبه لكم وتفكرون به؟ واحنا كنفكروا مباراه بمباراه،
يعني كاع المباريات تنتعاملوا معها بجديه و100%، وهادشي اللي كاين، فما كنفكروش في شي حاجه اخرى. استمعنا لياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب.